السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. مع حضراتكم مهندس علام السيد احمد، دعم فني شركه شورى للكيماويات. ان شاء الله النهارده موجودين في منطقه بلطيم محافظه كفر الشيخ. كنا عملنا قبل كده في حقل المانجو ده، عملنا مركب نوتس 20% لمكافحه البوادي دي بمعدل 150 سم على ال 100 لتر ميه. النهارده ان شاء الله احنا جايين نتابع النتائج. بسم الله ما شاء الله، الحقل النتيجه محترمه جدا في الشماريخ الزهريه اللي كانت طارده ولسه اللي بتخرج، لسه البراعم اللي لسه بتنتفخ وبتخرج. ما شاء الله حمايه ممتازه جدا. مركب محترم بيشتغل بمعدل 150 سم على ال 100 لتر ميه. النتائج بصراحه ممتازه. بعض النصائح اللي عايزين نقولها لمزارعين المانجو: انتفاخ البراعم بيبدا من بدايه شهر 2 الى اخر شهر مارس اللي احنا فيه حاليا. الحقيقه ان بعض المزارعين ما بيرشوش، يعني في بدايه انتفاخ البراعم في شهر فبراير، بعض الساده المزارعين ما بترشش رشه البوادي دي كوقايه. المفروض حضرتك مع انتفاخ البرعم الزهري في اشجار المانجو ان حضرتك بترش رشه وقائيه. في مبيدات كتيره تشتغل علاجي ووقائي معاك في نفس الوقت، اهمهم مركب جاتن بمعدل 25 سم على ال 100، مركب ريتريب 25 سم 20 سم على ال 100 لتر ميه، ومعانا مركب نوتس اللي احنا جربناه في الحقل ده بمعدل 150 سم على ال 100 لتر ميه. البوادي دي طبعا بيصيب النورات اللي موجوده في الشمراخ الزهري. ايضا الثمار اللي هي صغيره الحجم، مجرد ما بتتصاب في منطقه العنق اللي هو منطقه اتصال العنق بالثمره، بيحصل تساقط كبير جدا في المحصول. الثمار متوسطه الحجم ما بتتأثر، يعني بتتأثرش قوي، لكن مع الإصابة الشديدة برضو بتتساقط. الثمار اللي هي تمت نضجها ما بتتأثرش بالبوادي دي، لكن بيعيبها بعض الصفات التسويقية. فاحنا نصايحنا النهارده للساده المزارعين ان مع انتفاخ البراعم في بدايه شهر 2 نبدا ندي رشه وقائيه باحد المركبات اللي احنا قلناها، وبعد 15 يوم او 20 يوم بنكرر رشه ثانيه بمبيد مختلف. لكن النهارده ان شاء الله اللي معانا النهارده ان شاء الله اللي هو ملك التجربه اللي احنا قمنا بها في هذا الحقل هو مركب نوتس 20%. طبعا هسيب حضراتكم مع الحاج غنيم يصور بقيه الحقل، وان شاء الله باذن الله انا هعرض لحضراتكم النتائج في اخر الفيديو، قبل وبعد، قبل المعامله وبعد المعامله. اتفضل.